في زمن بعيد كان هناك راعي غنم عند سيدنا سليمان بن داود عليه السلام. أتى عليه ذئبا وقال له: أعطني غنمه. فقال له الراعي: الغنم لسيدنا سليمان بن داود، وما أنا إلا حارس عليها وراعيها. فقال له الذئب: اذهب لسيدنا سليمان واسأله أن يعطيني غنمه. فقال له الراعي: أخاف إن ذهبت تهجم أنت على الغنم. فقال الذئب: أنا سأحرس الغنم حتى تعود، وإذا خنتك سأكون من تاسع جيل، ويقصد جيلنا الحالي للأسف. فذهب الراعي، وفي الطريق رأى بقرة كبيرة ترضع من ابنتها، فتحير وقال: يا سبحان الله، هذه عجيبة ما رأيت مثلها، سأسأل سيدي سليمان عن تفسيرها. ثم استمر في المسير، وبعد قليل رأى أشخاصا جالسين وعليهم ملابس بالية ممزقة، والذهب مطروح حولهم، وبين أيديهم أكياس من الذهب. فتحير وفكر وقال في نفسه: يا سبحان الله، هذه أيضا عجيبة ما رأيت مثل هذا، معهم الذهب وهم فقراء. ثم استمر في المسير، فرأى من بعيد نبعة ماء جارية وسمع خرير الماء، فاتجه نحوها ليشرب، ولما اقترب شم رائحة كريهة تخرج من الماء، فتراجع حيرانا وهو يقول: يا سبحان الله، هذه أيضا عجيبة، ماء جارية وبهذه الصفة، لو كانت ماء راكدة وقذرة ما عجبت، سأسأل سيدي سليمان عن تفسيرها. ثم استمر بالسير حتى وصل عند سيدنا سليمان، فسلم عليه وأبلغه عن طلب الذئب. فقال له سيدنا سليمان: اسمح له أن يأخذ ويختار غنمة ويأكلها. فقال له الراعي: الأمر أمرك، وإني أريد أن أسألك يا سيدي عن عجائب رأيتها في الطريق. فقال الراعي: رأيت أولا بقرة ترضع من ابنتها. فقال سيدنا سليمان: هذا سيصير في آخر الزمان، الأمهات ستجلب البلاء لبناتها لتكتسب من معاشها. فقال الراعي: ورأيت أيضا أناسا بين أيديهم كثير من الذهب وملابسهم بالية. فقال سيدنا سليمان: هؤلاء قطاع طرق ولصوص، وكل مال أتى من حرام فهو منزوع البركة، وسيكثر في آخر الزمان المال الحرام، وتقل القناعة وترتفع البركة. فقال الراعي: ورأيت أيضا ماء جارية، وكنت عطشانا فتقدمت لأشرب، فوجدتها ذات رائحة كريهة قذرة، فهربت من رائحتها. فقال سيدنا سليمان: هذا معظم أهل الدين في تالي الزمان، تراهم من بعيد بزي الدين، فتقترب منهم لتستفيد ما يقربك إلى الله، فتجدهم متعلقين في الدنيا والشهوات. فقال الراعي: نعوذ بالله من أهل ذلك الزمان. ثم طلب الدعاء من سيدنا سليمان، ورجع إلى الأغنام، فوجد الذئب يحرس الغنم. فقال له: سمح لك سيدنا سليمان أن تختار غنمة وتأخذها. فنظر الذئب إلى الأغنام، فرأى غنمة جانبا مريضة وضعيفة، فأخذها. فقال له الراعي: لماذا اخترت هذه؟ فقال له الذئب: لأنها غافلة عن تسبيح ربها، وإن من يغفل عن تسبيح ربه فهو في بلاء عظيم، فلنستيقظ ولا نرضى لأنفسنا بالغفلة عن ذكر المولى. كل شخص معرض للخطأ، وجل من لا يخطئ، ولكن من تاب واهتدى للطريق الصحيح فإن الله يغفر الذنوب جميعا. صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا وشاركونا استغفاركم في التعليقات.